لو عايزين تعرفوا ازاي عملنا الجمال ده، بصوا في اقل من ساعة بالتحضير بالتسوية بكله. طعم روعة والريحة جايبة اخر الشارع. عايزين تعرفوا عملناها ازاي؟ تعالوا بينا على الفيديو. ايه زيكم؟ من ضمن فقرة بسيط ولكن لذيذ، سريع ولكن لذيذ. معايا دلوقتي هعمل اسرع وصفة فراخ، ولانها اصلا مش محتاجة ان هي تتصور من كتر سرعتها، فانا هقول لكم عليها كده في السريع. بيكون معايا بصل. كتري البصل براحتك، يعني البصل كده كده انت في الاخر ممكن تستفيدي منه، مفيش اي مشكله. معايا بصل بتقطعيه بطريقه اللي تريحك، ومعايا فصين توم. بحط عليهم معلقه صغيره كمون، زيها فلفل اسود، كزبره ناشفه، بابريكا، شويه كركم، شويه عندك بهارات فراخ حطي، ورق لورا وحبهان، شويه قرفه، شويه جنزبيل. اي توابل متاحه عندك انت بتحبيها حطيها. تمام. نحط عليهم شوية زيت صغيرين، وبنحط عليهم شوية خل صغيرين. عايزة عصرة ليمونة مفيش أي مشكلة. وتقومي ماسكة الكلام ده كله كده ودعكاه بإيدك كويس جدا 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 لحد ما تطلعي المية اللي جوه البصل. تمام، خلصنا الخطوة دي. في الفترة دي بكون مجهزة الفراخ ونقعاها في مية ودقيق وخل وليمون وملح. وتعالوا نشوف الخطوة الجاية هنعمل ايه. خلاص، بعد ما جهزت البصل هيبقى معايا فقرة اختيارية. يا اما اقطع بطاطس ترانشات واحطها تحت البصل دوت، يا اما تحطي الفراخ بتاعتك على طول. ولكن انا بحب ان انا احط بطاطس، بيبقى طعمها روعة جدا وهتاكليها قبل الفراخ. قطعت بطاطس كده شرايح متوسطة، لا هي تخينة ولا هي رفيعة. هقلبها كويس بقى جدا في البصل ده. بتكون بالشكل ده. في الوقت ده هروح اصفي الفراخ واغسلها كويس واجي احطها فوق البصل والبطاطس. دلوقتي جبت الفراخ بعد ما اتغسلت كويس وصفتها كويس وعامله فيها فتحات كده تحت الجلد. هقوم مقلباها برضو مع التتبيله دي، ولو لقيتها ان هي بيضه شويه احط عليها شويه فلفل اسود وكمون بس. شايفين شكل خلطتنا وشكل الفراخ عامله ازاي؟ نسيت اقول لكم ان انا احط عليها معلقه من الروزماري. تقدري تحط عليها اي صوص بتحبيها. الفرخه دي بصي ملهاش اي قواعد، يعني طريقه الفراخ اللي انا بعملها دلوقتي دي من السهل الممتنع، اللي ممكن تحطي فيها كل حاجه متاحه عندك في المطبخ. تقدري ان انت تحطي اي توابل بتحبيها، اي خضار ممكن تزودي طماطم، تزودي جزر، تزودي فلفل، اي خضار انت بتحبيه، او اي توابل انت بتحبيها، او اي صوص انت بتحبيه، او اي زيت حتى انت بتحبيه. تقدري انت تحطيها في الوصفه دي وبتطلع خيال خيال خيال. ولكن لو حطيتوا التوابل اللي انا عايزه اقول اللي انا قلت لكم عليها، بجد هتشموا الريحه من قبل ما تستوي، ريحه وهميه. دلوقتي خلاص احنا خلصنا كل الخطوات. معايا كوبايه واحده بس من الميه العاديه اللي احنا نشرب فيها شاي. واقوم مفرقاها كده وموزعاها تحت الفراخ، واقوم حطها على البوتاجاز من فوق. تقدري تسويها سوا كامل على البوتاجاز من فوق تكوني مغطياها، وتقدري كمان ان انت تسويها تغلي كده على البوتاجاز من فوق، وبعد كده تنقليها تحت في الفرن. وطبعا تبقى متغطيه كويس، يا اما بغطا حله يا اما بفويل. انا بحطها تستوي سوا كامل على البوتاجاز من فوق مع التقليب. يعني انا بشغل لها اول 10 دقايق نار عاليه، وبعد كده بقوم مهديه عليها خالص ومقلباها مره على وشها ده ومره على وشها ده. وبعد كده لما تستوي معايا ما بتاخدش تقريبا ساعه الا ربع، بقوم منزلاها تاخد وش تحت الشوايه، وبتبقى عامله زي المشويه وطعم المشويه بالظبط بالظبط. جربوها مش هتندموا، هوريكم شكلها النهائي معايا. تعالوا بقى احطها دلوقتي على البوتاجاز ونستنى بقى لما تستوي واوريكم شكلها النهائي. بامر الله هتعجبكم جدا وهتشرفكم جدا، وما تكملش 3 دقايق في تجهيزها. كده انا حطيتها اهوت على البوتاجاز. طب هتقولي لي افرض انا عايزه شوربه، هاخد منها دي شوربه ازاي؟ دلوقتي عايزه اقولك مفيش اي مشكله. الفراخ دي بتاخدي منها احلى طعم شوربه. لو حد دق منها مثلا محشي او لسان عصفور اكيد هيسالك انت عاملاها ازاي. لو انت عندك في الاخر، احنا قلنا ان احنا بنحط عليها كوبايه ميه واحده بس، هي بتنزل ميتها وبعد كده بتشربها، فبتبقى من غير اي ميه خالص. ولكن بيتبقى فيها الصوص بتاع البصل والبهاريز اللي نازله كلها من الفراخ تحت، وبينزل من الفراخ زيوت كتير جدا بتبقى تحت. طب ديت ان احنا هنعمل فيها ايه؟ بعد ما تشيل الفراخ وتحمريها، انت خلاص شلتيها اهوت من البصل وشلنا البطاطس، هتقومي مزوده البطاطس البصل والتوابل دي. هتزوديها ميه الكميه اللي انت محتاجاها، وممكن تزوديها ملح فقط لا غير. بجد هتدوقي طعم شوربه خطير 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 خطير. تقدري تستعمليها في اي حاجه تحبيها، بجد بتبقى تحفه. عايزه اقولك ان انا ساعات بعمل الوصفه دي مخصوص عشان اخد طعم الشوربه دي، يعني ببقى مش محتاجه اصلا
الفراخ بيبقى متاح عندي شوربة لحمة، ولكن انا بحب الشوربة اللي بتطلع من البهاريز بتاعة البصل والفراخ وعصارة الفراخ كلها بتبقى نازلة تحتها كده. بعد ما عدى ربع ساعة قلبتها كده على الوش التاني. شايفين الجمال ولونها يا جماعة، ولا ريحتها اللي قلب الدنيا. بصوا البطاطس دي ما بتاخدش حاجه يعني. بصوا لو عملناها كده هنلاقيها لسه سنه صغيره كده وتستوي، ممكن تشيليها قبل الفراخ عادي. الروزماري بصوا اهو عامل ريحه رهيبه. هغطي عليها تاني واغطي عليها بقى النار خالص. قلبتها مره تاني اهو، دي خلاص اخر تقليبه. شايفين العظم فصل كده من الوراك؟ طالما فصل كده يبقى خلاص هي داخله اهوت على السوا، وكمان الجناحات اهي بدات تنفصل. في الوقت ده كده خلاص انا هستنى عليها بس 10 دقايق. والبطاطس عايزه اقول لكم بقت زبده خلاص. بصوا اهي، وطعمها يا جماعه بيبقى تحفه يعني بجد. هتسيبوا الفراخ والصوص اللي بينزل دول بيبقى رهيب رهيب تحفه. عايزه اقول لكم تقدروا تاكلوا الصوص ده لوحده، وممكن يعني ممكن تاكلوه مع رز او عيش عادي، والفراخ دي برضو بتبقى مع العيش تحفه. هغطي عليها دلوقتي سيبها 10 دقايق عما الشوايه بس تسخن. انا بس بحطها تحت الشوايه، عايزه ما تحطيش تحتها اي زيت، فوقيها اي زيت او اي حاجه، تتحمر لوحدها عادي. وشايفين اصلا هي اخدت وش اصلا. هعمل لها بقى الفرن واوريها لكم بعد ما احمرها. بصوا بقى يا جماعه بعد ما اخدت وش تحت الشوايه، بصوا عايزه اقول لكم الريحه خيال خيال خيال، والطعم تحفه تحفه تحفه. الكبد والقوانص رهيبه، البطاطس تحفه ودايبه، ظن باين على شكلها. بصوا بجد يا جماعه ريقي جري. والفراخ بصوا اخدت وش شويه كده من غير ما نكون شوينا ولا عملنا اي حاجه خالص. زي ما قلت لك محتاجه شوربه، تقدري بعد ما تاخدي الفراخ دي تقومي مزوداها ميه وتاخدي احلى شوربه. بس بجد الصوص دوت كمان مع الرز كده لوحده او بالعيش بيبقى رهيب رهيب رهيب. جربوا الطريقه وقولوا رايكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. كنت انا معاكم شيماء مدحت في قناه اكل لذيذ.